المغرب عم يحقق فوز كبير على المنتخب العراقي. عرض لك للجمهور العراقي، معلش عملتم مشاركة طيبة، لكن ما تزعلوا أبدا، لأنك أنت عم تلعب مع منتخب عريق جدا. منتخب المغرب بطل أفريقيا، هذا المنتخب الأولمبي غلب الأرجنتين، منتخب كان أفضل من أوكرانيا ولولا الحظ ما بيربحوا أوكرانيا. فأنت عم تلعب مع فريق قدم عروض كبيرة في هذه البطولة على المستوى الفني بغض النظر عن خسارته مع أوكرانيا. واليوم من الطبيعي أنه منتخب المغرب يلعب بهذا الأداء ويربح على العراق. العراق برافو، مشاركتك جيدة وألف مبروك عن جدارة واستحقاق المنتخب المغربي يعبر إلى دور الربع نهائي من أولمبياد باريس. كل الحب. المنتخب المغربي يتقدم باثنين في نص ساعة على العراق. قلنا لك المنتخب العراقي والله لن تتأهل، ومشكلتك مع رحيم يسجل الثاني. تثقون بي المغرب اثنين، المغرب إلى الدور ربع النهائي، المغرب تكتب التاريخ. يعني بدون عنصرية، اتمنى أحد ما يزعل مني. خلي نحكي صراحة، باقي لنا 200 سنة نوصل على أهل المغرب. أخي أهل المغرب عندهم عز وكرم وإحنا ما عندنا، يمكن يعني شيء طبيعي. وفدوى للشعب العرب كله وخصوصا للمغرب، وعاش المغرب وملك المغرب ويحيى المغرب. وتحية، لا تنسى الكومنتات ولايكات من لأخوكم العراقي، والله أحبكم. هاي الخسارة تحديدا أنا شايفها لصالح المنتخب العراقي، لأن بتخليك تعرف وين حجمك أمام هاي المنتخبات العالمية، أمام هاي المنتخبات القوية. منتخب المغرب صار منتخب عالمي، نحن بنعتبره منتخب عالمي أكثر من كونه حتى منتخب عربي. على المنتخب المغربي عنده قوة ضاربة، قوة قوية جدا بالأطراف، جهة أشرف حكيمي، جهة عبد الصمد الزلزولي، أحيانا اللاعب الخنوس بينتقل إلى الجهة اليمنى، وعندك مهاجم اسمه سفيان رحيمي بمنطقة الصندوق. فبالتالي أنت بتعرف نقاط قوة منتخب المغرب، بتعرف منتخب المغرب كيف بيلعب. طبعا إيقاف هذا المنتخب ما سهل إطلاقا، ولا أي مدرب ممكن يوقف هيك لعيبة عندهم هاي الخبرة وعندهم هاي المميزات. السرعة والانسجام اللي شايفه بالمنتخب المغربي بيخليني حتى رشحه أنه يوصل للدور نصف النهائي أو النهائي ويأخذ ميدالية بهاي الأولمبيات. وبتوقع يعني أنا حكيت عن منتخب المغرب أني أنا مراهن أنه حتى يأخذ المركز الأول على الأرجنتين. توقعت أوكرانيا تأخذ المركز الثاني على الأرجنتين، ما كنت يعني كتير واثق من منتخب الأرجنتين، بس بشكل عام المغرب بالصدارة، الأرجنتين بالمركز الثاني. إذا بدنا نحكي عن منتخب العراق أولا وبعدها بنحكي عن منتخب المغرب.